طبعا كلها عماله تهري وكلها عماله تتكلم والكل عمال يطلع تصريحات من هنا ومن هناك، والتاني ولا في دماغه ولا فايق لحاجه. وانت عمال تنزل على الفيسبوك وتنزل على تويتر ولا هو في دماغه. الموضوع مش فارق معاه كتير. هو عارف ان هو مسنود بقى، هو قلبه فعلا جامد، هو راجل، هو بطل على البلد كلها دي. هو شايف كده، هو شايف كده. هو راجل على جمهور الزمالك، راجل على جمهور الاهلي، راجل على مجلس اداره الاهلي، راجل على ده. الراجل بيقول لك انا قعدت مع ناس في البلد، قعدت مع ناس في البلد وقالوا لي هدي شويه، بس انا برضو مش يعني ايه، انا هتفرج عليهم. تخيلوا يا جماعه ان الناس كلها في مصر خلاص قربت تمشي، مش هيبقى فيه كوره. ده انا قلت بعد كاس العالم ده وارد يمكن يبقى عندنا دم شويه ونتعلم من الناس بره وناخد منهم حاجه ونيجي نطبقها هنا. ده احنا افشل ناس في الدنيا. اتفرج كده على الناس وهي الراجل بتاع لجنه الحكام قال لك ده ناس تعبانين في دماغهم. انا هحكم ايه؟ ده ما عندهمش كوره. الراجل ما ولا بيرد على. وبعدين ايه، الراجل كلم السفاره قالت له يلا يابا اركب الطياره. انت ايه اللي هيعيدك مع المخابيل دول؟ الراجل بيشتم النادي الاهلي، بيشتم لجنه الحكام، حتى قسما لجنه الانضباط اللي هي المنوطه ان هي تجيب الراجل ده وتقول له انت بتتكلم كده ازاي، قدمت استقالتها. ما هو اكيد ما حدش هيشتغل مع في المنظومه الجنان دي. جنان. اقعد اتفرج على الناس كده بره في اوروبا على الدوري الانجليزي، ما تلاقيش يا عم. بقول لك قسما بالله رئيس الاتحاد الفرنسي بيطلع يصرح تصريح ضد اسطوره زي زين الدين زيدان، وهو الراجل يعني خسران نهائي كاس عالم، يعني محقق انجاز لفرنسا كويس وواخد كاس عالم 2018، ولا يلا يابا تحول للتحقيق واقاله والموضوع كبير. واحد زي محمود الخطيب ده اسطوره كرويه، تمام، عادي اشتمه مفيش مشكله. واحد زي مش عارف اشتم، ما فيش، اشتم كهربا ايه وكهربا يقول لجمهور الزمالك عادي بعد الماتش. عارف انت لما بنقعد نتكلم مع بعض كده احنا والموضوع متداري ما بيننا كده كده، انت محدش داري بيك يعني. ما تفكرش ان الناس في اوروبا لا، ده بقى الموضوع. الراجل راح انجلترا قال لهم لا، ده انت فضيحتنا بقت عالميه. ونخلص من موضوع الراجل رئيس لجنه الحكام، نخش على فريرا وقصته وموضوعه. مراته بتطلع تصريح قنبله بتقول لك ده عايز يبقى رئيس النادي، وعايز يبقى المستشار القانوني، وعايز يبقى لعيب والمدير الفني، وعايز يقف جون. يعني ما بقتش الموضوع بيقتصر على المشاكل عندنا احنا بس، لا، ده احنا في انجلترا دلوقتي الكرة المصرية هي حديث الساعة. لان انت تخيل ان انت بتتهم راجل رئيس لجنة الحكام بحاجات يعني. انا الواحد والله العظيم قسما بالله انا عارف ان مفيش فايدة. لا ويا اخي شوف بقى، يقول لك ايه الحملات اللي معموله ضد مرتضى منصور. ده مقعد شويه ناس في قناه نادي الزمالك والله العظيم فيهم كميه سآله والله ما شفتها ببني ادمين. الناس اللي قاعده في قناه نادي الزمالك ليل ونهار ما عندهاش غير اعراض الناس ويشتموا في ده وده وفي ده. ايه ده؟ ايه السآله اللي فيكوا دي؟ وهو اللي بيقول لك معمول حمله ضدي. ضد مين يا عم؟ ده انت ما سبتش في البلد حد غير لما مطلع ميتين اهله. ده الواحد مش عارف يتفرج على كوره والله العظيم. الواحد قاعد بيتفرج على الكوره المصريه وهو مكسوف، مكسوفين من اللي بيحصل. يعني بنستحملين الملاعب ومستحملين التصوير وبنقول يا عم ادينا برضو الكوره وبلدك واتفرج على الكوره ببلد. يعني مفيش كوره. وكمان المستوى الاخلاقي متدني يعني لابعد الحدود، لابعد. ده الكابتن احمد حسن طلع بتصريح وشريف اكرامي، كل لعيبه الكوره بدات تكشر عن انيابها، حاسين ان هم بيشتغلوا في مناخ سيء، مناخ بجد ملوث. يعني والله العظيم ربنا يخلصنا من وجع القلب ده لو حتى. وبعدين انا عايز اسالك سؤال بس، ايه البطولات اللي انت خدتها مع نادي الزمالك؟ خدت ايه يعني؟ خدت كاس؟ ما الزمالك طول عمره بياخد الكاس، والدوري الزمالك طول عمره بياخد الدوري. الزمالك بقاله اكتر من 20 سنه في عهدك ما خدش افريقيا. ايه اللي انت عملته جديد؟ عمال تقول 40 بطوله 40. ايه ال 40 بطوله؟ وبعدين 40 بطوله ايه؟ والراجل فريرا مثلا مشي خلاص، بيقول لك جمهور الزمالك عامل علم لفريرا وانا لا اللي جايب 40 بطوله. يا عم حب النادي شويه لله، حب جمهور النادي شويه لله. جمهور نادي الزمالك ما يستحقش اللي يحصل فيه كده. واخر حاجه بس حابب اختم بيها، ربنا ينجي الكره المصريه من الناس دي والله العظيم. لان ليل ونهار يقول لك انا بصرف على الزمالك. الزمالك ايه اللي بتصرف عليه؟
الزمالك طول عمره كيان كبير، مش محتاج اي حد يصرف عليه. بس كده يا سيدي، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.